أسباب سقوط زهرة الليمون مع طريقة العلاج السريعة والفعالة بإذن الله تعالى. السلام عليكم. شوفوا، عندنا شجرة كيما هذه تاع قارص تاع الليمون، وكانت تدير الحبة حتى كيما هاك. شوفوا هنايا، ها هي من هنايا كانت تدير الحبة تكبر كامل، ومن بعدها يجي فترة وين تطيح. سبحان الله، ايه تتكسر. شغل تجي تتساقط الثمار تاع الحبة هنايا كيما هاك، تكبر قاعدين ما شاء الله، دير الحبة قاعدين تاعها تكبر، ومن بعدها حتى تجي الفترة تاعها وين تطيح. تقريبا قاعد تاع هذه الحالة وقت رحت عامين وهي تدير في ذل الحكاية كيما هاك. من بعد حتى واحد سبحان الله اكتشف قالنا باللي الشجرة راها لازمها تداوى. احنا ما كانتش عندنا هذه المعلومة تداوى. قلنا له كيفاه؟ قالك لازم تنحي ورقة تاع هذه تاع الشجرة وتديها عند اللي يبيع الأدوية خاصة مختص بالنباتات. ايه قالنا هو كي يشوف الورقة يقولكم واش من فيتامين يخصها. سبحان الله عطانا هذا الفيتامين، هذا عطانا قالنا الشجرة تاعكم يخصها البروتين ويخصها وشنو الحاجة الأخرى؟ لا وشنو اللي قالك الشجرة تاعك؟ قالك يخصها البروتين، قالك يخصها الحديد والبوتاس، ما يخصهاش البروتين، راني غلطة، يخصها الحديد والبوتاس. عطانا هذا، قالنا زوج رواتل خلطوه في نص ملعقه صغيره، نص رواتل، زوج رواتل تاع ماء تخلطها في ملعقه صغيره تاع من هذه لابودغ، ومن بعدها قالنا ترشوا عليها باللافابور. وقالنا وعطانا بودره وخداخره، قالنا انكشوا على الارض كيما هاك. شوفوا هنايا ها هو نقش كامل عليها هذيك الارض، قالنا انكشوا عليها. وفي بيدون تاع ماء 5 رواتل، 20 ريتلة. قال لك 20 ريتلة خلطي هذيك البودره تاع الحديد والبوتاس، قالنا وتسقوها بها. قالنا تقريبا تقعدوا واحد 13 يوم ولا 14 يوم وتزيدوا تعاودوا تكرروا هذه العمليه. وحكايه هذه لابودر هذه اللي ديرها في لافابور وترش عليها شحال قال لك؟ 10 ايام. قال لك هكا 10 ايام، وهذه ترش عليها باللافابور. هنا شوف ها داير لك الماء تقريبا حوالي 2 رواتل ماء. هنايا قلت لكم ها هو دار 2 رواتل تاع ماء وملعقه صغيره تاع ربع ملعقه من هذيك لابودر. هذه لابودر كيف يسموها؟ وريت شوف، ها يجي لا كولور تاعها بلو، اسبيلان. هذه لا كولور تاعها تجي كيما اللون الفيروزي او اللون الازرق. تخلطها هكا في الماء، تفرغها في الماء. تخلطها. نظن هذه كاين نص ملعقه بزاف. هذه راس مغرفه، ربع ملعقه. ربع ملعقه هكا. ومن بعد تحركها في الماء عادي، حرك بهذيك. لازم هذاك الذوب مليحه. نحاول نضربها متويره. عادي اذا كان ما يضرش في اليدين ولا عادي. ما همش دايرين الاضرار ولا سنشوف باش نقراوها مع بعضنا. اعتقد ما همش دايرين هنا طريقه الاستعمال كامله. فيها طريقه الاستعمال. قال لك اضيف المبيد الى كميه قليله من الماء بحيث يكون الخليط متجانس. صب المحلول خسر فيه خزان مملوء ثم اضيف عادي. قال لك مش خلاص ذابت هذيك البودره. انا نظن مازال شويه في الديكوتي. هذه بالخماسه كده. لا لي ديكوتي هذاك تاع البيدون هكا على الجوال. شويه هكا نفرقوها في القرعه. وعالي وشوف ولا هذا هو الموسم تاع التلقام تاع الشجره. هذا هو اخضر. اي وانت يا لقمتها قبل ما راك راح حد الهدوه. بزاف.
وقلت لك قلبنا عليها الارض ولقمتها هاكا. شوفوا هاكا ترش عليها كما هاكا كامل من الفوق حتى لتحت. هنايا هاكا من الفوق حتى لتحت. هاكا رش عليها. شوف هذه جديدة قال لي خالص جديدة. جديدة لا جديدة كاع كامل كي جديدة كي القديمة. والحب كاع على الشجرة بأكملها. والأغصان متاعو حتى حال الأغصان. أوراق ما يهمش الأغصان. فايدة في الأوراق. الأوراق تاع هذا الوالد. لا احنا علاه درنا هذا الفيديو. ممكن كاين واحد عنده كانت نفس المشكلة كيما تاعنا حنايا بلكي يستفاد منها. احنا صراحة كنا تقريبا 3 سنين ولا أكثر ما كناش عارفين. حتى رحت واحد صديق قلت لي عنده شجرة صغيرة على تاعي بزاف ودايرة ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم خواتاتي ان شاء الله يا ربي تكون فادتكم ولو 1% ان شاء الله. نسأل منكم الدعاء فقط.